بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مدرسة الزخرفية بنين، فصول بنات ملحقة. دي عبارة عن مسابقة قايمة بيها الأخصائيين الاجتماعيين عندنا، اسمها مدرستي بيتي. المبادرة شملت حاجات كتير، منها التشجير والتلوين، تمام، ونظافة. الجنينة دي ما كانتش كده خالص بفضل الله. كل الأقسام عندنا اشتغلت في المبادرة، مفيش حد قصر. يعني عندنا مثلا قسم الأعمال الصحية هو اللي وصل مية للجنينة، وهو اللي عمل النافورة دي، لو تصورها هنا، تمام، نافورة. تعالى الناحية التانية. وعندنا قسم البناء، تمام، هو اللي عمل النافورة. يعني تمام، حاول تشغل النافورة. استغلتوا احنا لسه كله ده تحت التجهيز، يعني. كله ده تحت التجهيز، تمام، بفضل الله وبفضل الإدارة الحديثة. برضو الأستاذ حازم لسه الراجل ماسك جديد، فكله كان عايز يتعاون معاه. دي النافورة دي أستاذ جمعة، تمام. اللي هناك دي البندورة دي قسم البناء، تمام، هم البانيينها. المثلث الخشب ده عملوا قسم نجارة الأساس. احنا بنحاول نستغل كل الحاجات القديمة عندنا، أي طوب قديم، أي بتاع، حتى الزلط لميناه من الأرضية وعملناه في الممرات هنا زي ما أنت شايف، تمام، ممر. الطالبات نفسهم بيجيبوا زرع، تمام، ويزرعوه. هم يجيبوا زرع معاهم من البيت يزرعوه، تمام. وعندنا أبص كده الزرع هنا، يعني تشجير. كله شارك. دي مبادرة تحت مبادرة ومسمى مدرسة بيتي. تاني حاجة عندنا احنا حتة حلوة بنعملها تشجيعا للطالبات، ان احنا كل اسبوع بنكرم فصل مثالي، اللي هو انضف فصل، تمام، وطالبة مثالية ومعلم مثالي. دول كل اسبوع، تمام، بنطلع على منصة الاذاعة، تمام، وبنكرمهم تكريم مباشر. طبعا احنا الزخرفية لا ينتقصها اي قسم، تمام، كل الاقسام بتشتغل. كل الاقسام يعني كبنات عندنا مثلا قسم الملابس، قسم التريكو، قسم الزخرفه. قسم الزخرفه بيشتغلوا معانا في التلوين، ولسه دورهم جاي، حاجه تلوين زي كده، تمام، بمساعده الاستاذ محمود. تزيين الجدران والرسومات دي كلها هم اللي عاملينها. وعند الباب هنا برضو عاملين علم مصر والحاجات دي، تمام. بنحاول بمشروع مدرسة بيت ان احنا نعمل حاجة جديدة اسمها الزخرفية الجديدة، تمام، تكريما للعاصمة الجديدة، تمام. الزخرفية الجديدة احلال وتجديد من الالف للياء. الخامات كلها كل الناس بتساهم، كلنا. يعني عندنا استاذ هاني بكري اتبرع بمشروع اشجار كبيرة جدا، تمام. الناس كلها بتساهم، كله بيحاول يجيب. بص وانت بتتكلم دلوقتي، الاستاذ علاء جاب سيراميك، راجل من عنده، تمام. الاستاذ علاء برضه ليه فضل كبير، قسم الاعمال الصحيه، تمام. تمام. لسه برضه الاستاذه سحر جايبه برضه سيراميك، تمام، معاها من البيت، تمام. كله بيحاول يجيب حاجات، وكله بيحاول، ما يقدرش يحاول ماديا، بيحاول معنويا، او بيحاول بالحاجه اللي عنده، تمام. حتى التشجير، احنا النخل ده ما كانش كده طبعا. لو صورت النخل تم تنظيفه، كان زي النخله اللي هناك، تمام. العمل بيبدأ في مدرسة بيتي يوميا من الساعة 8 الصبح من طابور المدرسة لحد الساعة 4، لأن احنا فترتين. فترة البنات وبينزلوا فيها الولاد برضو بيشتغلوا الشغل ده، شغل جبار صراحة ومجهود عالي جدا، تمام، عليهم. وبيكملوا لحد الساعة 4، تمام. البنات بيشتغلوا فوق في الفصول تنظيف ورسومات وحياة شغل كتير جدا، وحياة عالية كتير جدا طبعا.